وتم نشر هذا الفيديو الغامض والمرعب على اليوتيوب في سنة 2007. وحسب ما قيل في وصف الفيديو فإن هذا التسجيل قد عثر عليه في كاميرا مرمية بإحدى الغابات، ويظهر في التسجيل شابان كان قد اختفيا في سنة 2006 ولم يتم العثور عليهما لحد الآن. ويبدو بأن هذا الفيديو قد حل لغز اختفائهما، حيث يظهر هذين الشابين وهما يقودان السيارة في وقت متأخر من الليل، وعند وصولهم لطريق غابوية قرر النزول من السيارة والذهاب لاستكشاف المكان من أجل التخييم، وفجأة بدأوا بسماع صوت غريب بالقرب منهم. Dat van mijn overal. بعد ذلك قرروا التشجع والاقتراب من مصدر هذا الصوت، لكن ما حصل لهم كان مرعبا لحد كبير. فلنشاهد التسجيل. فكما شاهدتم فلقد ظهر لهم مخلوق غريب الشكل ومرعب وهاجم الشاب، ثم هرب صديقه نحو السيارة. بعد ذلك ظهر وهو يتعرض هو كذلك للهجوم من هذا المخلوق. وحسب ما يقول المصدر فإن هذا التسجيل عثر عليه رجل بالصدفة في كاميرا بين الأشجار، ولم يتم معرفة ما نوع هذا المخلوق وما مصير هذين الشابين. فماذا قد يكون هذا المخلوق الذي هاجم الشابين برأيكم؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. Besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but نشر شاب مؤخرا على حسابه في تطبيق تيك توك تسجيلات أثارت جدلا كبيرا، وقد صورها داخل إحدى المستشفيات المتوقفة عن العمل والتي سوف يتم هدمها قريبا. وهذا الشاب يعمل كحارس أمن في هذا المكان لحماية ما تبقى من الآلات والأجهزة ضد اللصوص، ويقول بأنه في بعض المرات يسمع أصواتا غريبة في الليل، وعندما يبحث في المكان لا يجد أي أحد. وكذلك عندما يشاهد تسجيلات كاميرات مراقبة يجد بأنها لم تلتقط أي شيء غريب. لكن في هذه الليلة وبينما كان يقوم بجولة في المكان فجأة حصل شيء مخيف وغامض. فلنشاهد التسجيل. besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. فكما شاهدتم فلقد تحرك ذلك السرير من تلقاء نفسها. ويقول الشاب بأنه شعر بالخوف الشديد لكنه لا يستطيع المغادرة وترك عملها. وفي اليوم الموالي سمع مرة أخرى أصواتا غريبة فذهب لاستكشاف الأمر، وهذا ما حصل.
Alright guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, fuck this shit, honestly, like. Yeah, fuck this shit. فكما شاهدتم فلقد تحركت تلك العربة في الرواق بقوة. وبعد هذا الحدث ولمدة أسبوعين يقول الشاب بأنه لم يعد يسمع تلك الأصوات الغريبة ولم يرى أشياء تتحرك لوحدها، لكن في بداية الأسبوع الثالث سمع من جديد هذه الأصوات فذهب لاستكشاف الأمر، وقد صورت الكاميرا هذه المرة شيئا مرعبا لحد كبير. Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Seeing some. What the What the شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فكما شاهدتم فلقد ظهر مخلوق أسود شفاف يشبه شكله البشر كان يقف قرب النافذة، فعاد الشاب على الفور لكنه وجد بأنه اختفى في لمح البصر. وحسب ما قيل في التفسيرات فإن هذا جن حقيقي يسكن المكان وهو من كان يحرك تلك الأشياء، وقد كان هذا آخر تسجيل نشره على حسابه. فماذا قد يكون هذا الشيء؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. بينما كنت أبحث في الإنترنت على بعض الفيديوهات للظواهر الغامضة، لفت انتباهي هذا الفيديو الذي نشر في شهر مارس من سنة 2020 والذي كتب في عنوانه مخلوق غريب في سماء العراق والناس يبكون ظنا منهم بأن هذه نهاية العالم. وقد أثار هذا العنوان فضولي فدخلت لمشاهدة الفيديو، فتفاجأت عندما وجدت الناس يصرخون بكلمات عربية ويبكون، والمشهد بصراحة غريب ومحير ولا يدخل العقل. ووجدت كذلك بأن هناك قنوات أخرى كثيرة ومواقع نشرت نفس المشهد، وكلها تؤكد على أن هذا حقيقي وحصل في العراق. وبما أن هناك عدد كبير من العراقيين يتابعون القناة، قررت أن أعرضه لكم وهم من سيخبروننا إن كان هذا حدث بالفعل أم أن هذه ليست سوى إشاعة. فلنشاهد التسجيل. فكما شاهدتم فلقد ظهرت في التسجيل حلقة ضخمة في السماء بها ألوان قوس قزح، وبقربها كوكب ضخم يشبه شكله الكرة الأرضية، وقد كان يدور حول نفسه بسرعة كبيرة. بصراحة هذا المنظر محير ولا يمكن لعاقل تصديقه، لكن ما يجعل الأمر محيرا أكثر هو أن مجموعة من القنوات والمواقع الكبيرة نشرت هذا الفيديو، وكلها قالت بأنه حصل في العراق. لكن يبقى الحكم الأخير لإخواننا في العراق، هم من سيؤكدون لنا في التعليقات هل فعلا هذه تسجيلات حقيقية أم أن هذا الفيديو مفبرك وليس سوى تمثيل.
تقول صاحبة هذا الفيديو بأنها كانت تتجول في إحدى الأسواق واشترت لابنتها دمية مستعملة، لكنها كانت جميلة جدا ولا زالت حالتها جيدة وكأنها جديدة، وقد تعلقت ابنتها بسرعة بهذه الدمية وصارت تحبها بشكل غير طبيعي. وفي إحدى الأيام كانت الامرأة تصور ابنتها وهي تلعب في الخارج وبقربها تلك الدمية، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فكما شاهدتم فلقد استدار رأس الدمية نحو الفتاة، لكن الفتاة لم تنتبه لذلك، وقد أصيبت الأم بالصدمة والخوف الشديد وقررت التخلص من هذه الدمية على الفور، رغم أن ابنتها لم ترد ذلك لأنها كانت تحبها بشكل غير طبيعي.